Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هيا نفتح اجتماعنا هذا اليوم بأم الكتاب الفاتحة. ما هو موضوع مناقشتنا في هذا اليوم يا أختي؟ موضوع مناقشتنا في هذا اليوم هو ابن سينا. هل أنتن تعرفن من هو ابن سينا؟ لا. هل أنت تعرفي؟ أنا أعرف يا أختي. ابن سينا هو العلم المشهور في علم الطب. أين سمعت تلك الخبر؟ سمعت عن ابن سينا من الراديو. يا صديقتي، أين ابن سينا يطالب علمه؟ ابن سينا يطلب العلم من أي مجال وفي أي مكان بدون ملل ولا تعب. يا ديانا، هل تعرفين عن نبذة قصيرة ابن سينا؟ نعم يا أختي، اسمه هو أبو علي حسين بن عبد الله بن حسن، وقد ولد في سنة 980 ميلادي. أحسنت. سمعت أيضا ولد ابن سينا في البخاري. يا نادية، هل أنت تعرفين عن لقبه المشهور؟ نعم يا أختي، ابن سينا مشهور بلقب أمير الأطباء لأن خبرته في مجال الطب. يا أختي، هل كان يوجد طبيب في هذه الوقت؟ بالطبع، لكن ابن سينا يعتبر مؤسس علم الطب. إساء ازيك هبة؟ هاي، كيف حالك؟ كيف حالك؟ أنا بخير. سؤال؟ هل ابن سينا يؤلف كتاب؟ نعم، ابن سينا يؤلف الكتاب مثل كتاب الشفاء وكتاب القانون في الطب. يا صديقتي كريمة، أريد أن أتكلم عن ابن سينا مثالا يشجعكم على طلب العلم ومدى الحياة. أنا أفهم. Assalamualaikum. ابن سينا يعتبر مؤسس علم الطب. Oh, ini pas. ما يتقع ما يتقع الحمد لله أنا بخير. Aiza, أنا عندي سؤال. Oh. Ya صديقتي. موضوع مناقشتنا يا أختي، ما يتقع علوم الأوراق. في مجال الطب. مجال في أي مكان
Screenshot.